السلام عليكم. دخول مفاجئ وكده، بس يعني ايه رأيكم؟ خليجي ولا مش خليجي؟ هو الستايل ده انا ما جربتوش غير مرة واحدة بس في رمضان. بس أول مرة أجربه على النقاب طبعا، يعني حاسة إن استغربوني. هو أنا لابسة تحتيه بيزك دريس كده، بس قافلة العباية من فوق علشان مش عايزة إن هي تبان قوي، يعني ممكن تبان حاجة بسيطة بس كده وأنا ماشية، مش عايزاها تبقى مفتوحة، فاهمين؟ فده كده أول أوبشن إن أنا أنزل كده زي ما أنا. مستغرباني بالأسود بجد، بس أنا حبيت الأسود. الاختيار التاني إن أنا بفكر ألبس دي كده أهو. مش عارفة بصراحة هل شكلها حلو ولا لأ، يعني من بعيد كده حاساها لذيذة، بس مش عارفة، يعني أنا حاساها لذيذة بس مش عارفة ألبسها ولا لأ، عشان الجو بالليل بيبقى مسقع أوي. الجو بالليل بيبقى ساقعة وبيبقى سقعانة. وطبعا جبت الجوانتي، أخيرا لقيت الجوانتي اللي هو التاتش ده اللي هو بيشتغل على التليفون عادي جدا. فأنا منشكحة. إيه رأيك ألبس كده ولا أشيل السكار ده؟ هو أنا حاليا حرانة، فأنا ممكن آخده معايا، يعني ممكن آخده معايا، يعني عشان بالليل هسقع بجد. انا عارفه الدنيا بتبقى ساقعه بالليل في المواصلات وكده، بس مش عارفه. انا بفكر اجيب نقابات اقصر شويه، عشان بصوا النقاب ده مش عارفه اللي هو 35 سم تقريبا. فبفكر بقى اعمل لنفسي اللي هو قصر شويه كده، بس هيبقى ألذ شويه لان كذا حد منكم اقترح عليا الموضوع ده. فمش عارفه بصراحه، مش عارفه اقرر لسه. بس واستنى بقى تاني عشان شكلي هلبسها تكسر السواد الفاحم اللي انا لابساه ده. لذيذه لذيذه. في حاجه تاني، استنى كده جربتها، بشوف البنات لابسينها كده على بنترست، بيبقوا عاملين كده، بتبقى نازله كده شويه. كنت بفكر اثبتها بجبوس كده من هنا ولا حاجه، وتبقى كده حلوه برضه، بس ستيل مستغربوني والجو لسه حر، مش هلبسها للدرجه. ممكن البسها كده بس مؤقتا لحد لما نقرر. بس انا كسرت الاسود، ما كنتش هلبس والبيت الدرس هيبان، يعني هيبان. ف قولوا ايه رايكم في الكومنتات. اسمه ايه ده ستايل سعودي تقريبا او خليجي، مش عارفه. ما علينا، مفيش في هذا القدر. وسلام. اخر حاجه النقابات من عندي في البراند، الجوانتي وفرته لكم عندي في البراند، هو وجوانتي تاني هوريه لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. بس كده.